تخيل كده معايا النجم اللي بتحبه ده اللي بيملى القاعات الضخمه وبياخد ملايين الدولارات في اكبر شركه مصارعه في العالم، بدأ مشواره في مكان تاني خالص، مكان زي قاعه جيم صغيره سقفها واطي والاضواء خافته والجمهور اللي بيشجع بحماس مجنون، كله على بعد مترين فقط من الحلبه. ده مش مشهد من فيلم وثائقي قديم، ده كان الواقع اللي خبان جوه المصارعه لسنوات طويله. انا هنا عشان اجاوبك على السؤال اللي لازم يتسال، ايه هي اتحادات الانديز؟ ويطلع ايه البتاع ده؟ وليه النجم بيدخل WWE بيكون مطبوخ صح وجاهز للشهره؟ السر كله مدفون في القاعات المظلمه دي. جهز نفسك عشان تكتشف المدرسه المجهوله اللي صنعت نجوم المصارعه الحديثه. جه الوقت عشان نفتح ملف قصص الاتحادات الصغيره ونبدا الرحله. انا كريم وده مكان الحكاوي المصارعه ما تموتش فيه ابدا. حكاوي المصارعه ده اختصار لاندبندنت بروموشن، او زي ما بنقولها بالعربي اتحادات المصارعه المستقله. يعني ايه مستقله؟ يعني ملهاش ارتباط باتحاد كبير. بس مش عايزك تتخيل ان هي مجرد اتحادات فقيره، لا خالص. الانديز دي ليها فلسفه كامله مختلفه عن اي حاجه بتشوفها، لان هدفها الاول والاخير هو الشغف والفن والابداع. عشان كده هي بتشتغل بمنطق مختلف تماما في صياغه المحتوى، على عكس الاتحادات الكبرى. الانديز بتعتمد على نظام البوكر او مدير الابداعي بشكل اقل تدخلا. يعني ايه؟ يعني في سيناريوهات طبعا، بس مش بنفس الكتابه الحرفيه الممله بتاعت التلفزيون والاتحادات الكبيره. المصارعين في كثير من الاحيان هم اللي بيقترحوا قصصهم او بياخدوا حريه كبيره في تطويرها. والاهم من كده ان البروموهات في الانديز بتكون في الغالب عباره عن بروموهات حقيقيه، شوت بروموز. المصارع بيتكلم من قلبه، هو اللي بيكتب هو عايز ايه وبيطلع يقوله بالطريقه اللي هو عايزها. بيستخدم لغه قويه وصادقه بتوصل للجمهور اللي قاعد على بعد مترين منه بس، وده اللي بيخلي الروح في الاداء عاليه جدا. كمان في نقطه اساسيه وهي الاعتماد على نظام البطولات تورنمنتس. طب ليه؟ لان الانديز ما بتبقاش موجوده بشكل اسبوعي او يومي. ما ينفعش تبني قصه طويله الامد لمده 6 شهور زي ما بيحصل في WWE او AEW. عشان كده البطولات المجمعه زي سوبر 8 او APW تورنمنت هي الافضل. هي بتكثف الاثاره في ليله واحده، بتجذب جمهور جديد، وبتضمن لك انك بتشوف احسن 8 مصارعين واعدين في مكان واحد في ليله واحده بيلعبوا بطوله كامله عشان يحددوا مين هو البطل. البطوله هنا بتلعب دور الفيلم القصير اللي بيعمل ضجه كبيره بدل المسلسل الطويل اللي محتاج ميزانيه ضخمه. التورنمنتس هي الهوك التسويقي الاقوى للاتحادات دي. واخيرا الجانب المالي المؤلم. المصارع في الانديز مش بياخد راتب ثابت، هو بياخد مبلغ بسيط جدا قد لا يغطي تكاليف سفره ووقوده، وفي اغلب الاحيان بيبقى عباره عن نسبه من بيع التذاكر. المصارع هنا بيتحمل بنفسه مصاريف تصميم الجيمك والسفر والاقامه، يعني لبسه، الاماكن اللي هيقعد فيها، هيسافر ازاي، كل ده على حسابه، الاتحاد ملوش دعوه بيه. ده بيؤكد ان المصارع في الانديز هي تضحيه كامله واثبات للذات، وده اللي بيصنع النجوم المتلهفين للشهره والنجاح بعد كده. بعد ما عرفنا يعني ايه انديز، لازم تفهم ليه المكان ده بيصنع نجوم غير اي مكان تاني. السر كله بيتلخص في الفروقات الجوهريه في طريقه العمل، واللي بتخلي الانديز مختلفه تماما عن اي حاجه بتشوفها في WWE مثلا. اولا على مستوى الفلسفه والهدف. الاتحادات الكبرى هدفها الاول والاخير هو البيزنس، الربح. المنتج لازم يكون قابل للبيع للعائلات، وده بيفرض قيود صارمه على كل حركه وكل كلمه. اما الانديز فهدفها الوحيد هو الشغف والفن والابداع، وده قديم حاجه جديده محدش شافها قبل كده. المصارع هنا مش موظف، هو فنان بيسعى يطور اسلوبه بدون قيود. طبيعه الجمهور والبيئه المحيطه. الجمهور في الاتحادات الكبرى هو جمهور تلفزيوني، بيشوف المصارعه من بعيد، بيكونوا في الغالب عائلات، تفاعلهم بيكون مع النجوم اللي شافوهم على الشاشه قبل كده. اما جمهور الانديز مختلف تماما، هو جمهور متعطش للمصارعه وعارف اللعبه كويس، قاعد على بعد مترين فقط منك. المصارع هنا بيشوف رد فعل الجمهور مباشره على حركته او كلمته. لو الحركه ضعيفه الجمهور هيسكت، لو الحركه قويه الجمهور هيتحول لمشجع مجنون. وده اللي بيعلم المصارع ان لازم يكون صادق ومقنع في كل ثانيه. البيئه دي تصنع شخصيه المصارع القويه والمقنعه. الانتاج والبث. WWE عندها عروض اسبوعيه ضخمه تتصور باحدث الكاميرات في قاعات بتتسع لعشرات الالاف، والبث على التلفزيون العالمي امام الملايين. على عكس تماما الانديز نادرا ما يكون عندها بث تلفزيوني منتظم. العروض بتكون شهريه او موسميه في صالات الالعاب الرياضيه او مسارح صغيره. البث بيتم عن طريق الانترنت او شرايط فيديو قديمه، وغالبا بكاميرات بسيطه وامكانيات محدوده جدا. حريه الاداء والقيود على المصارعه، ودي اكتر حاجه بتفرق معانا احنا كجمهور في الفرق بين الاتحادات الكبيره والانديز. في WWE المصارع عنده قائمه ممنوعات طويله جدا عشان يحمي المصارعين من الاصابه والاجهاد، ويتاكد من وجودهم باستمرار في كل العروض، ويلف بيهم البلد كلها من اجل استمرار الدخل المادي. لكن في الانديز بيتمتع بحريه كامله في الحركه. هنا بيتم اختراعات كل السبوتات اللي بنشوفها بعد كده، الهاي فلاينج موفز والحركات الخطيره، وكل حاجه بيتم طرحها وتجربها في الاول في الانديز. طب ليه؟ وليه الموفز اللي بتغير شكل المصارعه بتظهر في الانديز بس الاول؟
عشان الجمهور يشجعه ويبدا يرتبط بيه ويبقى له مكان محفوظ في قلوبهم ويبقى موجود في كل عروض الانديز الكبيره، وعشان كمان تقدر تجيله فرصه ان هو يبدا يخش الاتحادات الكبيره ويدخل يقبض فلوس بجد. انديز هو المكان اللي المصارع فيه لازم يكون جاهز انه بيشتغل بدون شبكه امان، بدون انتاج ضخم بيخبي اخطائه وراه. هي دي المدرسه اللي بتصنع النجوم المطبوخين صح. طيب بعد ما فهمنا يعني ايه انديز كمفهوم، دلوقتي جه وقت نشوف اول تطبيق عملي للعبه دي. انا متاكد ان كلكم افتكرتوا دلوقتي اتحاد اي سي دبليو اللي عرفناه بجمهور المجنون، لكن الحقيقه هي ان اول واقدم اتحاد مستقل وممثل فعليا لروح الانديز في امريكا كان اتحاد تاني خالص اسمه اي سي دبليو اي، زود عليها ايه في الاخر عشان تبقى ايست كوست ريسلينج اسوسيشن. الاتحاد بدا في ولايه دلاوير سنه 67. يا جماعه ده حرفيا بدا قبل ما المصارعه تتغير بالكامل، وفضل شغال بعرق الجبين لاكتر من نص قرن. الاتحاد ده تاسس على ايد مصارع سابق اسمه جيمس جيمبو هاردي، بكده ورثه ابنه مايك هاردي. الاتحاد ده عمره الطويل ده بيثبت ان المصارعه مستقله مش بتموت، دي بتستمر حتى في اصعب الظروف. اي سي دبليو اي كانت شغاله في البدايه بنظام بسيط جدا، عروضها كانت في صالات الجيم والمسارح الصغيره. الاعتماد الاكبر كان على عروض شهريه او موسميه محدده. طبعا كان عندهم القاب زي لقب الوزن الثقيل ولقب التاج تيم، لكن الالقاب دي ما كانتش ليها قيمه ماديه، قيمتها كانت في الاحترام والخبره اللي بيكسبها المصارع. المكسب الحقيقي للمصارع كانت في فرصه التدريب والتطوير في بيئه حقيقيه. الاتحاد ده على مدار تاريخه الطويل خرج كنز حقيقي من الاسماء، نجوم معظمهم دخلوا دبليو دبليو اي ونجحوا بشكل كبير. اسم زي مات بورن المصارع اللي اشتهر بعد كده بشخصيه دوينج ذا كلاون في دبليو دبليو اي بدا جزء كبير من مشواره هنا. ولما نطلع شويه لجيل التسعينات هتلاقي اسماء زي جيف هاردي ومات هاردي وكريستيان اللي يعتبروا من ابناء اي سي دبليو اي، بالاضافه لنجوم زي شون هيلمز اللي هو ذا هوريكين، ونجم الانديز الاسطوري لوكي واوستن ارياس، كمان رودي ريج كان له بصمته هنا. كل دول بداوا في القاعه الصغيره تحت اسم اي سي دبليو اي. الخلاصه ان اي سي دبليو اي قبل ما تعمل بطولتها الشهيره سوبر 8 كانت مدرسه بتبني الاساس للمصارعين. لحد سنة 97 اي سي دبليو اي كانت مجرد مدرسة بتشتغل في هدوء، لكن في السنة دي الاتحاد عمل حاجة غيرت دوره بالكامل وحولته لمصنع النجوم الحقيقي اللي بيراقبوه في كل حتة. بطولة سوبر 8 تورنمنت، بداية الأسطورة. الفكرة كانت بسيطة وعبقرية في نفس الوقت، انهم يجمعوا احسن 8 مصارعين مستقلين واعدين كلهم بيتنافسوا في ليلة واحدة بس بنظام خروج المغلوب. البطولة دي كانت حرفيا طريق المصارع للإعلان عن نفسه للعالم كله، لدرجة إن الاتحادات الكبرى كانوا بيراقبوا البطولة دي بالذات عشان يقدروا يشوفوا أحسن 8 مواهب وما بيلعبوا ب3 ماتشات صعبة في ليلة واحدة. لأن طبعا الاتحادات مش هتفضل تلف في كل الاتحادات الإنديز وتتفرج على كل المصارعين، فبيحبوا الأيام اللي فيها تجميع لمصارعين مميزين وكمان هيلعبوا أكتر من مباراة، فأنت هتشوف أكتر من أسلوب ليهم. فده مكان مميز جدا للسكاوترز ان هم يبصوا عليك فيه. البطوله دي كانت فتحه خير على جيل كامل وشافت مشاركه اسامي ليها ثقل عالمي بعد كده زي جيف هاردي، مات هاردي، كريستيان اللي بيعتبروا من اوائل المشاركين في 97 و98 و99. والاهم من كده البطوله جذبت المع المواهب اللي موجوده في الانديز بعد كده، اسماء بحجم ايجي ستايلز شارك فيها مرتين، وده بيثبت ان البطوله كانت نقطه عبور اجباريه لاي نجم عايز يوصل للقمه. ده غير نجوم عظيمه زي كريستوفر دانييلز، لوكي، اوستن ارياس. البطوله كان صعب جدا الفوز بيها، عشان كده اغلب المصارعين فازوا بيها مره واحده بس في حياتهم، لكن في مصارع واحد قدر يفوز بيها مرتين في قمه الوقت بتاع الانديز دي، وده يثبت مهارته وقوته الاستثنائيه. كريستوفر دانييلز ذا فورن انجل فاز ببطوله سوبر 8 مرتين، مره سنه 2000 ومره في 2004. 2000 دي كان مشارك فيها ايجي ستايلز كمان. وعاد مؤخرا المصارع داريوس كارتر تكرار الانجاز بالفوز عام 2022 و2024، وهو حامل اللقب العالمي الاي سي دبليو اي حاليا. بطولة سوبر 8 تورنمنت هي اللي خلت اي سي دبليو اي تتجاوز مجرد كونها مدرسة تدريب وتتحول الى ارض اختبار الزامية لاي مصارع اندي عايز يوصل لقمة المصارعة. عرفنا يعني ايه انديز وشربنا قهوه مع الاتحاد المؤسس الاي سي دبليو اي، المدرسه المجهوله اللي خرجت نجوم بعظمه جيف هاردي وساموا جو وكريستوفر دانييلز من قاعه جيم بسيطه. عرفنا ان السر مش في الانتاج الضخم، السر كله في شغف المصارع وقوته في الابداع. بس استنى، احنا لسه ما بدأناش بجد. لو كانت اي سي دبليو اي هي المدرسه الابتدائيه اللي بتعلم الاساسيات، فاحنا لسه قدامنا مدارس كتير، وكمان قدامنا الجامعه اللي خرجت عباقره اللعبه. لسه ما رحناش للمكان اللي فيه المصارعه تحولت من مجرد عرض الى فن قتالي خالص. لسه ما كشفناش عن السر اللي ربط اساطير زي سيم بانك وبراين دانييلسون وسيس رولينز في نفس المكان. دلوقتي جاء دوركم يا اساطير عشان نحدد محطتنا المصيريه الجايه. محتاجين رايكم، هل ننتقل فورا في الحلقه الجايه لحكايه تاسيس اتحاد رينج اوف اونر ROH ونكشف اصل الجيل الذهبي للمصارعه الحاليه، ولا نكمل البحث عن الجواهر المجهوله ونفتح ملف اتحاد تاني كان ليه تاثير فظيع على المصارعه؟ رايك هيحدد مصير السلسله. وقبل ما تسيبني ما تنساش تدوس على زرار اللايك والشير عشان الحكايه توصل لكل حد، وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي حكايه جايه. اشوفكم الحلقه الجايه في حكاوي المصارعه.